عارف الرحله اللي بتبدا بخطوه صغيره؟ انا رحلتي بدات بورقه وقلم. كنت دايما بحاول ارسم حاجات تشد العين وتسيب اثر. تصميماتي كانت البدايه اللي علمتني ان التفاصيل الصغيره هي اللي بتصنع فرق كبير. لكن التصميم ما كانش كفايه، بدات اكتشف عالم الاعلانات والسوشيال ميديا. مكان كل حاجه فيه بتتحرك بسرعه وفكرتك لازم تكون اسرع. اتعلمت ان الفكره مش بس انها تظهر، لا ده تعيش في دماغ اللي يشوفها. وفي اللحظه دي الكتابه كانت هي المفتاح. كتابه تحكي قصه تحسس اللي بيقرا ان هو بطل الحكايه. ومن هنا دخلت عالم الكوبي رايتنج والكونتنت رايتنج، وكل نص كنت بكتبه كنت بحس انه خطوه جديده في رحلتي. وبعدها الدنيا كلها راحت للفيديو، ودي كانت فرصتي ان اكتب سكريبت يخطف المشاهد من اول ثانيه. فيديو يخليه مش قادر يشيل عينه عنه. النهارده كل خطوه في الرحله دي تحولت لحكايه مليانه تفاصيل، بتعيش في كل تصميم، بتتحس في كل كلمه مكتوبه، وبتظهر في كل اعلان او فيديو. كل خطوه في رحلتي اصبحت جزء بسيط من قصص بكتبها مع كل عميل، حكايه بتتجدد مع كل فكره. وانا هنا عشان اديك اللي انت محتاجه.